داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء
الله عليه. السلام عليك يا مسكي وطيبي صلى الله عليك. السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه. السلام عليك أحمد يا حبيبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان بحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رب فمن فاجت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه
وتنوع اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله أشهد عليه. أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه. بتبليل خلقه من فرده ونفره صلى الله أبد عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظم منة تكرم الله بها على البشر وما أوسها من نعمة إن تسرسلها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحية ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة المصلي عليه به فينبث في قلب الرسل تعلقه به وهبه صلى الله عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه. أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه. فما سرب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. صلى الله عليه. القدر الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه. فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشريقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تكوين ما هفدته من سير أشرف المخلوقين
وما كرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله وبقيت عليه. رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع. آمين. ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. يا من يرى ولا يرى وفضله عما الأنام. يا من يرى ولا يرى وفضله عما الأنام. يسر لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن. يسر لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وآل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. وزدنا علما نافعا بما حوى به القرآن. وزدنا علما نافعا بما حوى به القرآن. ووسع ما رزقتنا بجاه
الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله 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 يا قاصد بيت الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله سلم على المحبوب طه رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله اشرب شرب صافي من زمزم شفي من نبعه الوافي يروي عباد الله اشرب شرب صافي من زمزم شفي من نبعه الوافي يروي عباد الله من نبعه الوافي يروي عباد الله من نبعه الوافي يروي عباد الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله عليه صلاة الله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار
ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله عليه، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضع هذا النور المبين الصلاب وبطون من شربت من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام، حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم صلى الله عليه عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمت أشياءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو من ولم ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله، وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الشميل. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيل العبارة مهلة بكمال البشارة، وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. السماوات متضمحة بذل الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه، على الخفا إلى عالم الدهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. قدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم
ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وفد الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فأخبرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرت واستضيء بجمال فقفي الحسن تفرد. نبي سلام عليك،
مستمر ليس ينفد حيث فينا عطاء جمع الفخر المؤبد صلى الله عليه سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أن يحصره العد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد آمين نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع
مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. I'tina'uhu bi badanihi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'tani bi nadafati badanihi wa ya'mur bidhalik. Faqad kana yaghtasilu fi kulli usbu' ويحافظ على غسل يديه قبل الطعام وبعده ويحرص على استعمال السواك في كل أحوال. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على تعهد أطراف بدنه بالنظافة وإزالة الأوساخ عنها من قص شاربه وأظافره ونتف إبته وحلق عانته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perhatian kepada badannya. Kanjeng Nabi itu bersih. Jadi kalau tidak bersih berarti tidak niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan kebersihan badannya dan memerintahkan kepada umatnya untuk memperhatikan kebersihan badannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mandi bersih total fi kulli usbu 1 minggu 1 kali. Total ya. Mulai kepala sampai kaki itu dibersihkan, kuku-kukunya, ujung kuku-kuku, ma'atif, itu semua dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan sampai di tangan-tangan beliau ini, sing tangani kepelan-kepelan ini, tangannya Rasulullah enggak dibersihkan sama Rasulullah SAW. Wa yuhafidz ala ghusli yadayhi qabla at-ta'am wa ba'dahu. Dan Rasulullah itu menjaga membersihkan tangannya sebelum makan dan setelah makan. Dan juga beliau menjaga selalu menggunakan siwak fi kulli ahwali, setiap keadaan Rasulullah SAW. Sebelum tidur Kanjeng Nabi gunakan siwak. Kemudian mau qabla shalah, qoblal wudu, sebelum sholat, sebelum wudu Rasulullah SAW menggunakan siwak. Pertanyaan, banyak sing tak endik ya? Enggih, mon ares banyak beb, mau jisamsu sobung sebagai larang jisamsu ya. Mon ares banyak. Pertanyaan, ini sunnah yang gampang, cuma banyak yang ditinggalkan. Sunnah yang paling gampang, cuma banyak yang ditinggal. 10.000 Pak, setahun sampai 10.000 iku. Rokok ria 10.000 iku setengah dino, gak sampai sedino. Cuma banyak sing meleh. Ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya keliru kalau ada orang yang ngomong sing penting atena. Makailah abek tak pati bersih tak panapa, sepenting hati. Itu ndak. Rasulullah itu bersih. Kopiahnya bersih, pakainya bersih, sorbanya bersih. Rasulullah bersih. Jadi klero sampean, mon sampean ngocak, oh sepenting ate, engki ate nomor hitung. Cuma zahir juga harus diperhatikan ya. Ada satu tamu datang ke rumah, amit-amit, orangnya macem-macem compang-camping. Assalamualaikum Habib Umar.
Tetep mek ria tamu ria. Macam apa ria? Kok nakoin ria? Tore Pak Tojo, engki. Alhamdulillah saya keliling kepada orang-orang soleh, keliling, mampir sini. Engki. Jok rotok takut boleh engki. Saya mimpi si Abdul Qadir masuk di dalam tubuh saya. Waduh, balang ria. Iya, ria lah Pak. Sampean naik andi anak. Engki beb andi anak. Andi bine sampean, engki. Abid tak peleman, abid kula tak peleman. Semakin sampean peleman. Neser anak sampean, neser binin sampean sobung sing beri nafkah. Lebih baik Anda mencari nafkah untuk anak istri Anda daripada sampean keliling muter akhirnya anak sampean tak ngakan. Sampean keliling ke orang-orang soleh, keliling ke orang-orang yang boleh ziarah sana orang soleh boleh, cuma jangan sampai ninggalkan anak istri. Oh nggih. Seporana mun dateng boleh cukur rambut mandi. Oh nggih. Iya, karena Islam itu mengajarkan bersih. Tidak, jangan sampai compang-camping. Dineng kok rea hakikat beb, sepenting ateh. Enten bersih itu juga harus. Bersih itu juga harus. Wa akbaru dalil ala nadafati badanihi sallallahu alaihi wasallam tibu araqihi syarif wa raihatihi allati tafuqul anbar wal misik wa tibu raihatihi umuman allati kanat ta'baku fi ay tariqin yamurru minhu. Paling besarnya dalil bahwa Rasulullah SAW itu bersih itu Kanjeng Nabi kalau lewat bau keringetnya itu wangi. Apa dalam tiba idza marra bi tariqin urifa annahu qad marra fi. Kalau Rasulullah itu lewat tak usah Google Map orang. Oh, area Kanjeng Nabi lewat. Oh, area Rasulullah barusan lewat. Sampai 1 hari, ada orang mengatakan sampai 1 hari, sampai Kanjeng Nabi ini barusan Rasulullah SAW alaihi lewat ya. Ya tak tahu mun sampean. Mek kecut dia berarti marena dia. Sampean dia berarti sing lewat ya. Mek kecut dia. Enten Rasulullah itu wangi ya. Rasulullah itu wangi sallallahu alaihi wasallam. Ayo diperhatikan ya. Ayo diperhatikan nadhafahnya, kebersihannya diperhatikan. Kalau mungkin sampean baik perhatikan nikah. Makelah masih ngeke uleg dengadeng engak dengadeng kelopain. Dengadeng ria elang. Telo are tak nyambi siwak. Deng moro beda pengajian engak siwak nyambi siwak boleh. Dengan elang tapi eman. Ayo lakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dapat barokahnya Rasulullah. Amin. Allahumma amin ya. Mudah-mudahan kita semua kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakah majlis yang mulia ini, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin, solihat. Barakah yang majlis mulia ini, mudah-mudahan orang tua kita dalam kubur-kubur jadi kuburan raudhah min riyadil jinan. Orang tua kita masih hidup, Allah beri panjang umur, sehat wal afiat zahir maupun batin. Kumpul ada dunia, mudah-mudahan kumpul di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akhir kalam kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك رفيلا أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وهو موضع ولادة وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. تولى ذلك لشرف عند الله يد القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب
ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف بن أم الشفاعي رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك رب صلى الله عليه وسلم. قالت الشفاء فضاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت: ثم البسته والجعته فلم انشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب صلى الله عليه. واصبر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق صلى الله عليه. قالت: فلم ينزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفي عند مولاه وأن عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من درار العين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بشرف الأفهار في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة يا وسيلتنا إليك فلا تغيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدنا
وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.